النهارده هنتعرف مع بعض على معلومات عن اللاعب سعد سمير وعدد البطولات اللي خدها اللاعب سعد سمير في مسيرته، سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر او مع نادي فيوتشر في الدوري المصري. اول حاجه في البدايه، صلوا على شفيع الامه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. النهارده حلقتنا عن اللاعب سعد سمير. لو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان خاطر يوصلك كل جديد لو انت محب للرياضه. النهارده هنتعرف على اللاعب سعد سمير واهم المعلومات عن اللاعب. سعد سمير هو لاعب عنده 33 سنه من ناشئين النادي الاهلي، وهو بيلعب في مركز المدافع. النهارده حلقه خاصه عنه وعن بطولاته. سعد سمير توج مع النادي الاهلي ببطوله الدوري سنه 2014، وكانت دي اول بطوله لسعد سمير مع النادي الاهلي او اول دوري مصري. وحقق كمان سعد سمير في نفس السنه بطوله الكونفدراليه مع النادي الاهلي سنه 2017. وقدر سعد سمير ان هو يحقق مع النادي الاهلي تاني بطوله، بس المره دي على المستوى الافريقي. قدر سعد سمير ان هو يحقق بطوله دوري الكؤوس اللي هو مسمى الكونفدراليه سنه 2015 مع النادي الاهلي، عشان خاطر تيجي سنه 2016 ويقدر سعد سمير ان هو يحقق لقب الدوري المصري مرة تانية وكمان السوبر الأفريقي. وبيقدر سعد سمير إن هو يحقق مع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 2016، وبيصعد لكأس العالم للأندية، لكن للأسف النادي الأهلي بياخد المركز الأخير. بعد كده بيستمر سلسلة انتصارات اللاعب سعد سمير مع النادي الأهلي، وبيتوج بعدها بثلاث بطولات دوري مصري مع الفريق 2017 و2018 و2019 و2020، عشان خاطر سعد سمير يكون تاريخه كله ملصع بالبطولات مع النادي الاهلي. بعد كده بينتقل سعد سمير سنة 2021 رسميا لنادي فيوتشر في الدوري المصري الصاعد من الدرجة الثانية. وبيقدر سعد سمير ان هو كمان ينضم للمنتخب المصري في بطولات كتيرة جدا، زي بطولة كأس العالم روسيا 2018، وكان من اللعيبة اللي مثلت منتخب مصر في بطولة كأس العالم مع المنتخب المصري. دي كانت أهم البطولات اللي خدها اللاعب سعد سمير في مسيرته مع النادي الأهلي قبل ما ينتقل لنادي فيوتشر. لكن اللعيب بقاله سنتين في نادي فيوتشر أو سنة ونص، ولسه لحد دلوقتي ما حققش ولا بطولة. أول دوري ليه قدر إن هو يحقق المركز الرابع ويدخل الكونفدرالية. وبنتمنى كل الخير لسعد سمير. ما تنسوش اللايك لو لسه ما عملتوهوش، واشترك في القناة عشان يوصلك.